برشلونة وأتلتيكو بلباو والفوز الثاني تواليا في الدوري، وريال مدريد وبلد الوليد بالثلاثية النظيفة. برشلونة يحصد النقطة السادسة له في الدوري، سيطرة مطلقة على المباراة بالشوط الأول وإعطاء الأريحية لأتلتيكو بلباو بالشوط الثاني. برشلونة اليوم يلعب أكثر واقعية، ليس هو برشلونة التيكي تاكا الممتع، برشلونة يلعب بأريحية تجعله يصل للثلث الأخير بسهولة. السيطرة على الوسط واضحة جدا، ولمسات هانز فليك إضافة كبيرة للاعبين. هانز فليك يلعب بطريقة تجبر الخصوم على عدم الاقتراب من مرمى تير شتيجن. بنشوف المدافعين عم يتقدموا لوسط الملعب، هالطريقة أجبرت بلباو على التراجع. عناصر برشلونة تلعب جماعيا، هالشيء ساعد ليفا للعودة لمهمة التهديف بأريحية أكبر والهرب من رقابة، ما بيعرف الخصم عن طريق أي لاعب راح يضرب. لامين يامال مشروع لاعب عالمي، جوهرة برشلونة المستقبل، وهدف يدرس وكأنك تشاهد رونالدو الظاهرة وليس لاعب لم يتخطى 18 من عمره. حقيقة لامين يامال يستحق لقب موهبة القرن. ريال مدريد بعنوان أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي، بالثلاثية ضربها الملكي. تأخر ريال مدريد أراه طبيعي أمام فريق يتكتل دفاعيا. أرى ريال مدريد بأفضل أحواله، الأساطير في كفة والنجوم في كفة. فلورنتينو بيريز رئيس النادي مطمئن على فريقه لسنوات طويلة، عناصر شابة مع مدرب شجاع وعراب. العراب كارلو أنشيلوتي أخرج فينيسيوس ومبابي ورودريجو واردا جولر، وهذا دليل على أن كارلو أنشيلوتي مسيطر على الوضع كليا، واللاعبين البدلاء كانوا الحل السريع لتأكيد الفوز والقرار الصح لكارلو أنشيلوتي. الصبر بالنسبة لريال مدريد سلاح مهم وفتاك، وصواريخ فالفيردي ممتازة. رودريجو فليرحل من يرحل ويأتي من يأتي، سيبقى رودريجو، ثم حاجة لاعب كبير متى شاء يظهر. مبابي لم يدخل المنظومة بعد، وأردا جولر لاعب رائع ينقصه النضج والخبرة. إبراهيم دياز هو واحد من أفضل لاعبي ريال مدريد الموسم السابق وهذا الموسم. في كل مباراة يلعبها إبراهيم دياز هناك بصمة ودور كبير للاعب يساهم في فوز ريال مدريد. أراه أفضل خليفة للوكا مودريتش. بلينغهام شهادتي باللاعب مجروحة، اللاعب مهيمن مع مدريد، يعرف جيدا ما يفعل. أندريك وعد ريال مدريد، يسجل أول أهدافه بالبرنابيو. بشوف اللاعبين البرازيليين موفقين بالفانيلا البيضاء مدريد. وأخيرا مبروك للغريمين ريال مدريد وبرشلونة، وما زال الحديث مبكر للحديث عن ملامح بطل الدوري الإسباني.